السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سلام. الشيخ ياسر حبيب معكم. سلام عليكم أخي. سلام عليكم أخي. أهلا وسهلا. ورحمة الله أهلا وبركاته. وسهلا. كيف حالكم؟ إن أهلا شاء الله وسهلا. بخير. الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. الحمد لله. أنتم تبدون تعلنون تشيعكم مش أو مو أخذكم؟ لست أنا، صديقتي بجانبي الآن تسمعك. أنا بعد إذنك وضعت التليفون على المكبر كي تسمع هي نعم. الصوت. يعني جالسة أنا وهي فقط، لا يوجد أحد عنا فقط. نعم. وهي يعني من كثر ما أنا يعني حكيت لها عن أهل البيت وعن سفينة النجاة وهيك، وهي اقتنعت الحمد لله أنها تتشيع بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، هي تتكلم اللغة العربية أم أخي تتكلم اللغة أخي الألمانية؟ أخي أخي هي لا تستطيع أن تظهر صوتها، وأنا شرحت هذا الأمر لخطورة الموقف. هي متزوجة من سني ولا تستطيع أن تهتف أو تهمس باسمها أو صوتها. هي تريد لا، أن نحن لا تسمع. نريد صوتها. نحن هي لا نريد. هي عربية، هي عربية. هي عربية. نعم طيب. عربية طيب، هي عربية. سماحة الشيخ، الآن سوف أعطي إيه. الهاتف لسماحة الشيخ. شكرا، أنا هو أتكلم. سيعطينا الشهادات نعم إن شاء نعم، إن الله. شاء الله إن شاء الله. ولكن هي عليها أن تردد ما بعده. طبعا طبعا هي تردد لكن بدون صوت، كما اتفقنا بدون نعم، إن صوت. شاء الله نعم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أخي، شكرا. نعم، هذا سماحة الشيخ معكم. السلام عليكم شيخ ياسر الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. حياك الله حياك الله. يعني أنا لا يعني لا أستطيع وصف سعادتي أني أتكلم معك. أستغفر الله، ونحن سعداء كذلك. نعم نعم، الله حياك أن الله. يوفقكم لخير الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. يحفظكم إن شاء الله وينير دروبكم إلى الجنة إن شاء الله. شكرا شكرا. يعني اسمح لي، ما يعني هل أقول لك مولانا الشيخ أم ماذا أقول لك؟ يعني ما لا أريد أن أستعمل عبارات لا تحبها، فما يعني. أنا أخوكم إن شاء الله. أخونا الشيخ إن شاء الله ياسر الحبيب، يعني المحب لآل البيت، المحب المضحي لآل البيت، وهذا من شيم أخلاقك طيبة. أختنا أنا بارك الله فيك أقنعتها من أكثر من تقريبا على مدار حوالي 10 يعني أشهر على يعني حب آل البيت، ولماذا يعني نحن نبكي على آل البيت، وما هي أحداث آل البيت، وما حصل لآل البيت. وسمعت يعني كثير من اليوتيوبات، يعني من حضرتك، من أشخاص آخرين. فالحمد لله اقتنعت بأن تركب سفينة النجاة وتبارك لها وتشيعها كما بتنطق الشهادة على يدها. بارك الله لها، بارك الله لها، ورزقها الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات الله عليه. وهنيئا لكم إذ هداها الله عز وجل بكم. نعم، هنيئا لكم. الحمد لله الحمد لله. لكم أجر عظيم عند الله تعالى إن شاء الله. الحمد لله، نحن نريد الأجر فقط. الحمد لله. بوركت. هي تسمعك مولانا. يعني ماذا تريد أن تقول لها قبل التشيع، يعني قبل أن تنطق الشهادة التي ستقولها حضرتك لها؟ هل تنصحها ببعض الأشياء؟ هل تقول لها أي شيء قبل الشهادة؟ في الحديث الشريف عن الأئمة الأطهار من أهل بيت المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين أنه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، فالله الله بالصلاة. الأمر الثاني، قالوا عليهم السلام ما مضمونه إن الورع من صفات الشيعة، فكيدوا بالورع أعداءنا، فالله الله بالورع. والأمر الثالث، قول الحق وإن عز. قال الإمام الكاظم عليه السلام قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. والأمر الرابع، ترك الباطل وإن كان يبدو أن فيه النجاة، فإن الإمام عليه السلام يقول ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. وأوصيها إن شاء الله بأن تثبت على الإيمان، وأن تواظب على أداء صلاة الليل، وأن تهدي من حولها من أسرتها، زوجها، أبنائها،
أخواتها ومن شاكل بالحكمة والموعظة الحسنة بالتدرج لمن يكون أمر هدايته متوقفا عليها على التدرج، وبالصدمة لمن يكون أمر الهداية متوقفا على صدمته بالحق. كل شخص يختلف عن الآخر ما هو مفتاح هدايته. أسأل الله تعالى أن يبيض وجهها وأن تكون إن شاء الله مخلصة للنبي الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وأن يأخذوا بيدها ويدكم إلى الجنة إن شاء الله. إذا هي مستعدة إن شاء الله. هي كتبت لي سؤال مولانا الشيخ، إذا زوجها من الصعب ومن المستحيل أن يقتنع بالتشيع، ما هو الحل؟ تداريه إن شاء الله. يعني هل تبقى معه وهو سني؟ نعم، يجوز لها أن تبقى معه ما لم يكن ناصبيا، ما لم يكن ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام أن يتعبدوا بلعنهم نعوذ بالله أو بالبراءة منهم. فإن كان مجرد مخالف عادي فيجوز لها أن تبقى معه زوجة وتسعى في هدايته إن شاء الله، وتتحين الفرص لذلك. وتداريه إن شاء الله لحد ما الله عز وجل ينعم عليه أيضا بالهداية إن شاء الله. وإن لم يقبل، يعني هي يعني لا تريد أن تخبئ، يعني الله أكبر الله. حينئذ في أن تخبئ تشيعها قد يكون عند الله أعظم مما لو أعلنته، لأنها هنا تجاهد من أجل أن تبقي هذا الرابط الأسري ولا تتشتت أسرتها، أبناؤها إن كان لها أبناء. فالله عز وجل يرى منها ذلك الصبر وذلك التحمل كما صبرت السيدة آسيا بنت مزاحم عليها السلام من زوجها فرعون عليه اللعنة. وبالقطع واليقين فليست الأخت الفاضلة أفضل عند الله عز وجل من السيدة آسيا، ولا زوجها أسوأ عند الله من فرعون. فلها أن تتحمل إن شاء الله وتصبر، ولها بذلك أجر الصابرين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هي متحمسة جدا، وتعرف يعني أنا علمتها بأشياء كثيرة، وعملية التبرؤ كمان، البراءة من عمر وأبو بكر وعثمان وحفصة وعائشة. فأرجوك تبدأ، هي جاهزة الآن تسمعك بكل إن شاء الله. آذان صاغية. تفضل. توكلنا على الله. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي أختنا الكريمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالت. تفضل. وأنه لا شبيه له ولا نظير. قالت أيضا. جل جلاله. نعم. أشهد أن محمد رسول الله. نعم. وأنه سيد الخلق أجمعين. نعم. وخاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. ومبرأ من كل عيب وشين. نعم. صلى الله عليه وآله. نعم. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. نعم. أشهد أن فاطمة الزهراء. نعم. وأبناءها المعصومين. نعم. حجج الله. نعم. صلوات الله عليهم. نعم. أبرأ إلى الله. نعم. من أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. وعائشة وحفصة. قالت. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. نعم.
أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان نعم وعائشة وحفصة نعم في النار. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم والعن أعداءهم وبارك اللهم أمتك هذه واقبلها في عداد المؤمنين الطائعين المسلمين لك يا رب، وارزقها شفاعة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنيئا لك يا أختنا الكريمة، شكرا. إذ كنت سببا في إرشادها إلى طريق الحق. الحمد لله. الحمد لله الذي يعني يجعلنا الله نتكلم كلمة الحق، وكلمة الحق شيخ ياسر هذا أمر من أمر الله أن يقول الإنسان قول الحق، وأنا أتمنى الحمد لله ذلك من فضل الله عز وجل علينا. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هكذا قال في كتابه العزيز. نعم. ومن رحمته علينا بعث لنا نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وآله، وهو الرحمة المهداة إلى العالمين. نعم. وثم من بعده جاء الأوصياء الطاهرون أهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم لينتشلونا من الضلال الذي أسسته الحكومات منذ يوم السقيفة إلى يومنا الحالي. والحمد لله رب العالمين الذي نجانا، والحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. هي كتبت لي إذا فعلت بكل ما أوصيتها الآن في الشهادة هل هذا هو مفتاح الجنة أو باب الدخول إلى الجنة؟ إذا فعلت إن شاء الله. نعم، كما ورد عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه إن كمال الدين ولايتنا والبراءة من أعدائنا. نعم. فلا شك أن هذا طريق الجنة إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم. شيخنا الغالي ياسر الحبيب، يعني كما قلت أن هذه الشهادة هي مفتاح للدخول إلى الجنة. أنا أقول لك هذا مفتاح للخروج من الجنة، ولعنة الله عليك وعلى كل شيعي يشتم الصحابة وأمنا عائشة. أنا فقط أحببت أن أتكلم معك لأثبت لك أنك إنسان لا تستحق من الله إلا اللعنات، إلا اللعنات يا شيخ ياسر. وأنا من مركزي هذا، موقعي هذا، بالنيابة عن أمة محمد، أقول لك ارجع إلى عقلك، ارجع إلى الدين الصحيح وهو دين أمة محمد. أفضل لك من هذه الخرافات التي تدعيها وتشتم الصحابة وتشتم أمنا عائشة رضوان الله عليها. ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من كل ما تفعله يا شيخ ياسر الحبيب؟ من يدفع لك لكي تفتعل الفتنة ما بين المسلمين الذين إلى الآن نحتسب أن بعض الشيعة مسلمين؟ ماذا تستفيد؟ قل لي بس ماذا تستفيد؟ هل لديك كلام ياسر الحبيب أم ستقفل الخط الآن؟ كانت فرصة جيدة أن نستمع إلى صوتك لكي نرى ردة الفعل هذه. لي تعليق واحد وطلب. تفضل إذا أذنتي. تفضل. أما التعليق فأقول إن كان ما قلتيه في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلتيه في باطلا فأسأل الله أن يغفر لك. وأما الطلب فهو أن تبحثي أكثر وتحتملي أن نكون على حق. لست على حق. لست على حق. لست على حق. إن وجدت الدليل. لست على حق. إن وجدت الدليل. لست على حق. أقول شيخ ياسر لست على حق. الدليل معنا. لست على حق. القرآن واضح. كيف تطعن بأصحاب النبي وزوجة النبي؟ كيف تطعن بهم؟ قل لي كيف تطعن بهم؟ كيف تشتمهم؟ كيف تعرف أنهم في النار؟ من قال لك؟ أنا قلت لك هذا طلبي.
قلت ابحثي أكثر. لا أريد أن أبحث. أنا نطعن بهؤلاء. لا أريد أن الذي يحب أهل البيت هم نطعن بهم. أمة محمد تحب أهل البيت، وأهل البيت على رأسنا من فوق، أهل البيت على رأسنا من فوق. ولكن أنت من تدعي أنك تشتم الصحابة، لماذا تشتمهم؟ لماذا تجعل العداء ما بين السنة والشيعة؟ ما هدفك من هذا القول؟ لاحظي أنني أستمع لك جيدا. طبعا أنت مستمع جيد، لم تفقد صوابك. واستمعت لي جيدا أيضا، وأنا أستمع. أنا لا أريد منك إقناع في التشيع شيخ ياسر، أنا لست مقتنعة. لست في هذا الوارد. نعم. لست في هذا الوارد. أنا أستوعب أنك يعني صورت الأمر للإخوة في المكتب أن هنالك نعم يعني لك الحرب خدعة يا ياسر الحبيب، الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة. أنا أفهم أنك أردت التوصل لي لكي نعم في هذا الاعتراض. نعم من حقك. نعم صدقت. أنا أقول إن من حقك أن تعترضي. صدقت. لست أقول لا، أنا أدرك أن هنالك رواسب كثيرة موجودة في أذهان المسلمين تجعلهم يستبشعون الذي نحن ندعو. للأسف فعلا بشع، للأسف. ويتصورون أنه من الباطل، وأنه طبعا من أشد من يدفع لنا كما أنت قلت. أنا أقول لك بكل صراحة، هذا لا يضيرنا في شيء. أنا أقول لك بصراحة، هذا الذي قلته، صدق النية، أنا أقول أننا بالحق نريد الهدى للناس. هذا الذي تكلمت به الآن هو مفتاح الخروج من الجنة، هذا مفتاح الخروج من الجنة. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ياسر، هكذا لا بد على أقل. هذا مفتاح الخروج من الجنة. أنا لا أشتمك، لاحظ أني لا أشتمك، أنا أقول لك عليك ما تستحق من الله، عليك ما تستحق من الله، وعلي ما أستحق من الله، عليك ما تستحق من الله، لا أقل في هذا الشأن. عليك ما تستحق من الله بشتمك للصحابة ولأمنا عائشة، عليك ما تستحق من الله. لا أقول لك إلا هيك. أنا أقول لك عليك ما تستحق من الله بشتم الصحابة وشتم أمنا عائشة. خير ما فعلت. نعم. عليك ما تستحق من الله. نعم، والله يعلم أني مستحق للرحمة بما فعل. أبدا. أنا أريد أن أنهي كلامي معك. أنا أريد أن أنهي كلامي معك، أن تسترجع نفسك وتقرأ القرآن وتعرف أنك على غلط. أكيد ما حتعمل هذا الشيء، ولكن قرأته. نعم. وتدبرت فيه. نعم. وعلمت أني على صواب. لست على صواب. مع آل محمد. أدعو لك بالهداية. أنا سأدعو لك بالهداية. نعم، ما تصنعين. نعم بإذن الله. أشكرك كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.